زي ما عودناكم دايما ان احنا يوم الاثنين ويوم الجمعة معانا سمك يا جماعة. امهاتنا واخواتنا الافاضل هم اللي بيشوفونا. قبل اي حاجة يلا بينا نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليكم دايما عارفين ان دايما معانا يوم الاثنين ويوم الجمعة دايما بيكون سمك، لان هو اللي بيكون متاح في البلد يومها يعني. وبعدين مفيش حد بيختلف على السمك طبعا، الحمد لله في الوجبات، وبفضل اللي احنا بنجيبش الا انضف واحسن حاجة. زي ما قلت لحضراتكم كأننا بناكل في بيتنا بالظبط، كأننا بنعمل في بيتنا. لازم ننضف كل حاجة. زي ما انتم شايفين الطماطم الحمد لله بنسلمها لهم نضيفة جدا مغلفة، طماطم وخيار وزبادي. والحمد لله ربنا يا رب وصلنا خلاص اخيرا لنص رمضان الحمد لله. الايام طبعا بتجري وبتفوت بسرعة، بس ان شاء الله احنا مكملين وثابتين بفضل دعواتكم، بفضل تبرعاتكم، بفضل مشاركتكم معانا. شاركونا الفرحة، فرحة إطعام الغير قادرين. وزي ما حضراتكم شايفين احنا هنا في التغليف مش بنقول مثلا الفرق بين واحد وواحدة، لا، الموجود يغلف، سواء كانوا الحريم سواء كانوا الرجالة سواء أي حد، هو الموجود يغلف على طول. مفيش فرق ما بين ده أو ده، كل الموجود يغلف. احنا كلنا ايد واحدة، بقالنا 13 سنة ايد واحدة في عمل الخير. يا رب نفضل طول العمر كده ونعمل عمل خير بأمر الله. شاركونا فرحتنا يا جماعة، شاركونا فرحة إطعام غير القادرين. أحب أشكر برضو يعني أستاذ فاضل من برا مصر اتبرع لنا بمبلغ كبير جدا ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يا رب يجازيك كل خير، ودعواتكم ليه برضو. شكرا لحضراتكم، شكرا لكل من ساهم معانا في إطعام غير القادرين. إطعام بنكرر تاني يا جماعة، إطعام غير القادرين، يعني اللي مش قادر ان هو يطبخ او ملوش زوجة او ملوش حد او شاب عايش لوحده او اي حاجة من الحاجات دي، يتفضل يعرفنا باسمه والوجبة هتوصل له لغاية عنده. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسنات كل القائمين كل المتبرعين على العمل دوت. شاركونا لفرحتنا بإطعام غير القادرين. مش عايزين اقول لكم ازاي احنا بنكون فرحانين واحنا بنعمل كده. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.